اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما قلنا اليوسفي من الفواكه المحببة للجميع ورخيصة وسهلة ومتناول الجميع، وإنه فيه فوائد غذائية عالية جدا. فيها زي ما قلنا فيتامينات ومركبات تحمي الجسم من بعض الأمراض. وبالسفندي بيعمل يعني في تخسيس، عملية التخسيس قلنا لأنه منخفض السعيرات وعالي جدا في الألياف والمياه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله، ربنا بيخلق كل حاجة في وقتها بالظبط. يعني خلق لنا الحمضيات زي السفندي والبرتقال والليمون في الشتاء علشان الفيروسات وكثرة الفيروسات وكده والبرد، لأن فيها نسبة فيتامين سي عالية جدا، وكمان فيها نسبة مية، لأن الناس يعني أغلبيتهم في الشتاء الناس أو زينا عموما كده يعني الواحد بينسى يشرب. لأن الشتاء ما فيش عطش فيه، يعني الواحد ما بيحسش بيه بالعطش، فبقى الواحد ممكن يشرب مرة أو مرتين في اليوم وخلاص. فربنا بعت لنا الفاكهة دي عشان تعوضنا عن المية اللي احنا بنفتقدها. وفاكهة رخيصة جدا، يعني في متناول الجميع، وفوائدها كتير جدا في الثمرة وفي القشر بتاعها. ويلا بينا نشوف ايه فوائد السفند الاول، وبعد كده هعمل لكم. معلش الديك معرفش عمال يأذن دلوقتي مع ان لسه بدري جدا على الفجر. اللهم صل على سيدنا محمد. فوائد السفندي: إذابة الفضلات المتبقية من بعد ما بتاكل اللحوم، فبتدهنها في فضلات، بتدهنها فاضلة في الأمعاء والمعدة. فالألياف اللي في السفندي سبحان الله بتروح واخدة كل الفضلات دي ونازلة. تاني حاجة انه بيعمل على خفض الكوليسترول والدهون بالجسم، زي ما قلنا في نسبة ألياف عالية، في نسبة مية عالية، في سعرات حرارية أقل، يعني حلو جدا في اللي هم عايزين يقللوا الوزن. اللهم صل على سيدنا محمد. كمان في انه هو اقوى من البرتقال في مقاومة الزكام والبرد السفندي، لان زي ما قلنا في نسبة فيتامين سي عالية جدا، في نسبة فيتامينات عالية، في نسبة اللهم صل على سيدنا محمد معادن عالية. وكمان في شهر يعني سهل في تقشيره وكده، وبيرفع مناعة الجسم ومفيد للحساسية. وكمان اللي اهم حاجة بقى سبحان الله زي ما قلت لكم ان هو ربنا خلقها في الشتاء علشان كثرة الفيروسات والبرد. طبعا البلغم اللي بيبقى موجود في الانف وعلى الصدر لما بيحصل برد او زكام، فده سبحان الله بيذوب البلغم ده وينزله، زي ما قلنا بياخده كده مع الفضلات وهو ماشي. كمان السفندي بيعمل على او اليوسفي بيعمل كمضاد لالتهابات طبيعية للفطريات واللي بتوجد فين بالامعاء او المعدة. يعني السفندي زي ما قلنا مضاد للالتهابات والفطريات اللي بتبقى موجودة في المعدة او الامعاء، فهو زي ما قلنا كده بياخدها مع الفضلات برضه. اليوسفندي في زي ما قلنا في كتير من الفيتامينات، منها البوتاسيوم وب 6 وب وألف وب 9. وكمان بيحتوي على نسبة ألياف عالية زي ما قلنا، وقليل من السعيرات، وبيعمل على إنقاذ الوزن. وفي كمان فيتامينات كتير زي ما قلنا، في فيتامين ألف وفيتامين سي، وكمان حمض الفوليك والأحماض والأملاح المعدنية، وبيعمل كمضادات أكسدة ومضادات للالتهابات. سبحان الله، ده كله موجود في ثمرة واحدة من ثمرة اليوسفي.
او اليوسفندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في منوعات ام محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اجمعين. النهارده جايبه لكم فيديو سهل وبسيط عن السفندي وفوائد السفندي. يلا بينا نخش الفيديو ونشوف فيه ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما قلت لكم هنستفاد من القشر. في زي ما قلت في قنوات بتعمل منه، عامله منه مربى ومدخلاه في الكيكات وفي كل حاجه. احنا هنعمل منه شاي، وهنعمل منه تونر، وهنعمل اللهم صل على سيدنا محمد مشروب للتخسيس يعني، وهنعمل منه تقشير للبشرة يعني، هنعمل منه حاجات كتير. اهو انا ده كده انا حطاه علشان نشفه واعمل منه شاي. هسيبه كده. وعايزه اقول لكم كمان ان شوفوا انا حطاه يعني، هو كده انا كنت غسلاه من بدري وسايباه. شوفوا اللي عليه ده مش ميه، ده الزيت بتاعه. شوفوا هو بينطر الزيت بتاعه ازاي. الزيت بتاعه ده مفيد جدا للبشره كمان يعني شوف سبحان الله، حاجة كنا بنرميها ومنستفادش منها. هنشوف ده الزيت، لكن هنستفاد من كل حاجة بعد كده. زي ما قلت نظر لغلاء المعيشة، فما عدناش هنرمي حاجة، هنستفاد من كل حاجة. واللهم ارفع البلاء والغلاء عنا يا رب العالمين وعن كل العالم، لان على ما اظن ان موجة الغلاء ده في العالم كله، فربنا يسترها يا رب علينا ويرزقنا بحسن الخاتمة، وجزاكم الله عنا كل خير. زي ما قلت نظرا لغلاء المعيشة وكده، فاحنا هنستفاد من كل حاجة هنجيبها من السفندي والقشر. وفي ناس بتعمل قشر السفندي مربى بيبقى طعمه جميل برضك. في قنوات كتير عملتها جزاهم الله كل خير. وهنعمل لكم وصفات كتير من يعني مفيدة لقشر السفندي. وزي ما قلنا ربنا يشفي كل مريض. هنعمل منه قشر السفندي للشعر، وهنعمل منه شاي، وهنعمل منه تونر للوجه وللبشرة. هنعمل منه حاجات كتير يعني. ويا رب تستفيدوا من الفيديو ولو بمعلومة بسيطة. واتمنى منكم ان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وزي ما قلت يا رب تستفيدوا من الفيديو لو بمعلومة واحدة بس، او بفايدة واحدة او تعملوها. شفتوا سبحان الله، ده كله فيه فوائد السفندي، بس فيه فوائد اكتر بقى منها في قشر السفندي كمان نفسه. يعني احنا بناكل نص الثمرة بس، يعني بناخد نص الفوائد من الثمرة والنص التاني من القشر. بس احنا طبعا احنا هنا ما بناكلش القشر، بس بعد كده هناكله نظرا بقى للظروف غلاء المعيشة وكده، وفي كل مكان طبعا مش عندنا احنا بس.